السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناة شيوات مزينة. كنتمنى نلقاكم الفيديو بافضل الاحوال ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم خفيف، غنشارك معكم تحليه صيفيه بارده ديال هذا الجو هذا، سهله في التحضير ديالها. حضرتها بلي بودواغ او البسكوي ديال تيراميسو، واحد الكريمه زوينه بالخوخ. تقدروا ديروا الفاكهه اللي كتعجبكم. كتجي لذيذه. انا صراحه درتها غير بالاشياء اللي كانت متوفره عندي وجات زوينه. قبل ما نبدا كنتمنى ديروا لايك للفيديو واشتركوا في القناه. مرحبا بكم عندي، وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم اللي كتفرحني وكتشجعني، وشكرا لكم. تبعوا معايا طريقه التحضير على بركه الله. هنا اول حاجه غنبداو بالكريمه ديال الخوخ. عندي كميه ديال الخوخ اللي غسلته مزيان، عندي السكر الناشا والسكر فانيلا. الخوخ كما قلت لكم غسلته مزيان، غادي نقشرو. هنا بلاصه الخوخ تقدروا ديروا الفاكهه اللي كتعجبكم. تقدروا ديروا الفريز كيجي حتى هو زوين، والاناناس والبعويده والايجاس هما كيجيو زوينين في هذه التحليه هذه. الفاكهه اللي متوفره عندكم. انا صراحه كان متوفر عندي هذا الخوخ هذا، وقلت ندير به شي حاجه بارده. هنا كما قلت لكم قشرت الخوخ، ودابا غنقطعو قطع صغيره. نحيدوا ليه داك العظم ديالو. من الاحسن البنات الا كان الخوخ داك يكون طايب مزيان، هذاك كيجي زوين. انا كان عندي هذا شي شويه حامض. هنا غادي نطحنوا هذاك الخوخ، طحنته في الخلاط الكهربائي حتى كيولي بحال هكذا، يعني طحنته مزيان ودرته في هذا الكاس هذا ديال اللي كناخذ به القياس. ضفت عليه الماء حتى كيولي عندي نص سيترو ديال هذاك العصير ديال الخوخ. هانتوما كتشوفوا نص سيترو، غتضيفوا عليه الماء حتى كتحصلوا على نص سيترو ديال هذاك العصير ديال الخوخ. وضعته في كاسرول. ثم غادي نضيف عليه السكر هنا على حسب الخوخ. كما قلت لكم الا كان حامض غادي ديروا 3 حتى 4 ديال الملاعق ديال السكر الا كان حامض. الا كان خوخ حلو ديروا غير 2 ملاعق. هنا ضفت عليهم 3 ديال الملاعق مع عمراش ديال النشا، وكيس ديال سكر فانيلا اللي اختياري، الا ما كانش ماشي ضروري. هنا غادي نخلط هاد العناصر. غادي نستعن بالفوي او الطراب اليدوي، هو اللي غادي يخلط ليا هاد العناصر مزيان حتى كنحصل على كريمه اللي ما فيهاش تكتلات، يعني خليط ما فيهش تكتلات. مباشره كنوضعو فوق النار على نار مهيله، كنستمر في التحريك حتى كنحصل على كريمه عاقده بهذا الشكل هذا. ثم هنا درتها في واحد الصحن. انا درتها في هاد الصحن هذا كبير باش تبرد ليا دغيا. نتوما الا كانت عندكم الوقت غديروها غير في شي صحن صغير وتغطيوها بهذا البلاستيك الغذائي، ومباشره توضعوها في الثلاجه باش تبرد لكم مزيان. ضروري خاصها تبرد مزيان. وهنا غندوزو للبسكوي. انا عندي هذا البسكوي هذا ديال التيراميسو. غادي نقطعو على حسب الارتفاع ديال المول. انا غنستعمل هذا المول هذا. غادي نقطعو كما قلت لكم على حسب الارتفاع ديال المول. تقدروا تخليو البسكوي هكذاك الا كان المول عندكم هكذا طالع. انا غادي نقسمو النص بهذا الشكل هذا. دغيا كيتقسم، راه غير كتشرطوه هكذا بالموس ودغيا تقسموه بيديكم. وهنا غندوزو للكريمه من بعد ديال الخوخ. من بعد ما بردات مزيان كما قلت لكم ضروري خاصها تبرد مزيان، حيت لا ما كانتش بارده مزيان ملي تخلطوها مع الكريم شونتي غادي ما غاديش تطلع لكم، غادي طيح لكم الكريمه وما غاديش تجي عاقده. هنا غندوزو نحضروا كريم شونتي. عندي ربع لتر ديال الحليب. الحليب يكون بارد. غادي ندير اول حاجه هاد البودره ديال الكريم شونتي اللي كتوزن 100 غرام. هاد الكيس هذا فيه 100 غرام ديال الكريمه كريم شونتي. ضفت عليه ربع لتر ديال الحليب بارد، وغادي نطربوه بالطراب الكهربائي حتى كطلع الكريمه مزيان. واحد الحاجه اللي مهمه باش الكريمه تطلع لينا مزيان وتولي عاقده، كيخص الاناء اللي غادي نطربوا فيه الكريمه وهذوك اليديدات ديال الطراب والحليب وديك البودره ديال الكريمه كيخصهم يكونوا باردين مزيان. انا درتهم في المجمد تقريبا نص ساعه. هكذا الكريمه دغيا كطلع لينا وكتبقى شاده بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا. هنا من بعد ما طربت الكريمه بنفس الطراب غادي نطرب هذيك الكريمه ديال الخوخ. غادي نطربها شي شويه. ثم غادي نضيف هذيك الكريمه ديال الخوخ. من بعد ما طربتها غادي نضيفها على ديك الكريمه ديال الشونتيي، وغادي نخلطها شي شويه وغادي نطربها بالطراب الكهربائي حتى كتنسجم لنا الكريمه، يعني كتولي عندنا واحد الكريمه منسجمه. في هذه المرحله ما تبالغوش في التطراب باش ما تطيحش لينا الكريمه.
صافي هنا ملي كنتأكدوا أن ديك الكريمة ديال الخوخ والكريم شونتيي انسجموا لنا، غادي نحبسوا التطراب وغندوزو باش نمونطيو التحلية ديالنا. عندي هنا قطع صغيرة ديال الخوخ اللي قطعتها صغيرة، عندي هنا الحليب اللي غادي نفزّق فيه هذاك البسكوي، وعندي هاد المول هذا اللي غادي ندير فيه هاد التحلية هادي ديالي. ولهاد الإطار هذا أو هاد المول كنحطوه فوق الصحن اللي غنقدّموا فيه. أنا درت هاد الورق الذهبي، هنا كنهز هادوك القطع ديال البسكوي كنفزّقهم في الحليب. هنا بلاصة الحليب تقدروا ديروا السيرو ديال الماء والسكر تنسموا الفاني أو الحامض، أولا تقدروا ديروا الماء اللي كتعجبو النسمة ديال القهوة سريعة الذوبان، ديروا شوية ديال الماء مع معلقة ديال القهوة سريعة الذوبان اللي متوفر عندكم واللي كيعجبكم. هنا من بعد ما ساليت هذيك الدورة ديال البسكوي دورته المول كامل، دابا كندير الأرضية حتى هي ديال المول، كنحط فيها هاد البسكوي هذا، ثم كناخد الكريمة وضعتها هكذا في الوسط ديال المول. هنا لا كان باقي لكم البسكوي كديروا طبقة ديال الكريمة وديروا طبقة ديال هذاك البسكوي، عاد كتعاودوا طبقة أخرى ديال الكريمة. أنا ما بقاش عندي البسكوي، كنبقى ليا غير هاد الشوية هذا تقريبا واحد 200 غرام، فما بقاش ليا باش ندير طبقة واحدة أخرى ودرت الكريمة هكذا. هنا درت واحد طبقة ديال الكريمة ودرت هاد القطع هادو ديال الخوخ اللي تقدروا تخلطوهم من الأول مع الكريمة اللي بغيتو، ثم كنغطيه بهاد الكريمة. هنا غادي نخلي واحد شوية ديال الكريمة في هذاك الإناء باش نزين بها، وخديت واحد الملعقة كنقاد بها الوجه ديال الكريمة باش يجيني مقاد. وصافي من بعد غنخلي هاد التحلية هادي تبرد، غنخليها 5 6 6 ل7 ديال السوايع البنات. ضروري هاد النوع ديال التحليات كيبغي يبرد مزيان، أو من الأحسن أنا كنفضل ديروها ليلة كاملة هكذا كتبان لكم التحلية المذاق ديالها كيبان أكثر، وفي التقطاع ديالها كتبقى شادة ملي كتقطعوها. هنا ديك الكريمة اللي بقات ليا غادي نضيف عليها شوية ديال الفيرميسيل ديال الشكلاط أي الشعرية ديال الشكلاط اختيارية إلا كانت متوفرة عندكم. غادي نخلّط وغنوضع هاد الكريمة هادي في البوش أو الجيب الحلواني باش نزيّن، ندير هكذا وريضات من الفوق. والتزيين دائمًا راه كيبقى على حسب الرغبة وعلى حسب اللي متوفر عندكم. أنا حيت هاد الفيلم أليمونتير باش نزيّن. أنا صراحة البنات هنا كنت باغا نزيّن بقطع ديال الخوخ من الفوق، ولكن للأسف ما بقاش ليا هذاك الخوخ، وقلت غادي نزيّن باللي متوفر عندي. دائمًا كنشوفوا الأشياء اللي متوفرة عندنا. أنا كانت عندي هاد الفيرميسيل هادي ديال الشكلاط وعندي هاد الحبيبات وزينت بهم، يعني واحد التزيين اللي بسيط وشي حاجة اللي متوفرة. صافي كيما قلت لكم بعد ما بردات أنا خليتها هنا راه تقريبا 7 ديال السوايع، زينتها وغادي ندخلها للثلاجة تاني واحد شي شوية باش فاش نبغيو هكذا ناكلوها، ناكلوها باردة. وهذه التحلية ديالنا في طبق ديال التقديم كما كتشوفوا المنظر والشكل ديالها جا زوين. شي حاجة اللي بسيطة بزاف وسهلة في التحضير ديالها وفي نفس الوقت رائعة في الشكل والمذاق جا زوين. قطعتها تشوفوها من الداخل. هاد البسكوي هذا راه ملي كنفزقوه كيجي بحال الجينواز رطب ما كيبقاش قاصح نهائيا. وهذوك القطع ديال الخوخ صراحة راه زادوها بنة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وبصحة وراحة.